السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عادل خالد، واليوم في فيديو جديد راح أعلمكم كيفية تحميل ألعاب للبي اس بي. أول شي ندخل لهذا الموقع، ندخل لبي اس بي. مع دخول البي اس بي نختار لعبة. مثلا أنا راح أختار بي اس 2015. أوكي، ندخل للعبة ونضغط في تحميل. طبعا أنا محملها في الأول، ثم تحملون تورنت. راح أضع هذا الموقع تحت، راح تحملونه وراح يجيكم كده. المهم، بعد ما تحملون هذه الأشياء ندخل لداونلود وندخل لهذا الملف الذي حملناه، وراح يظهر لكم هذه الشاشة بعد تسطيب هذا البرنامج. بعد تسطيب هذا البرنامج راح يظهر لكم هذه الشاشة. تقومون تقومون بإضافة، و راح راح يظهر لكم كده. راح يظهر لكم كده ملف وتضغطون في اوكي وراح يحمل. راح يطول شوية قليل، ثم لما يخلص يصبح 100%. تنزعونه وتدخلون في داونلود وتجدون بي اس 2015. ثم نصل البي اس بي بالحاسوب ونشغلها. ثم ندخل إلى الإعدادات في البي اس بي، وندخل إلى شبك بال USB ونشغل البلوتوث. بعد فعل هذه الأشياء راح يظهر لكم لحظة. اوكي، راح ندخل لأوردنا للحاسوب حقنا، وراح نجد هذا الشيء، ندخل عليه وندخل ل EOS ل ECO. ثم ندخل ثم نعود لداونلود وندخل لبي اس 2015 وندخل في أحد هذه الملفات. ثم ندخل على هذا الأول، وراح تجدون هذا الملف هنا. نقلوا لهنا. اوكي، بعد ما ينتهي التحميل وش نسوي؟ نروح خلاص حملنا اللعبة. نقوم بمسح كل شيء. اوكي، وراح ندخل في البي اس بي. راح نعود للورا وندخل للألعاب، وراح نجد اللعبة. راح أضع لكم صورة للعبة. بصراحة مونتاج مرة صعب، بس راح أجرب أني راح أضع لكم صورة للعبة. واللعبة تمشي بشكل مرة جيد، وفي أنواع كثير من الألعاب تتحمل بشكل مختلف. راح أسوي لكم إذا وجدت دعم كبير راح أسوي لكم كيفية تحميل ماينكرافت وكيفية تحميل PS 2020 كاملة غدا من ميديا فاير، من دون هذه الأشياء. يعني بدون تسطيب، بدون أي شيء. لا تحتاج أي ملف إلا تحميل ذلك الملف ووضعه في PSP فقط. لكن هذا راح يكون غدا إذا وجدت دعم كبير في هذا المقطع. والسلام عليكم.